يوم الاربعاء اللي فات 18 يناير 23 المصريين كلهم صحوا على خبر اعتماد المركز الروسي للجنيه المصري وشويه عملات تانية ضمن سله العملات اللي هتتعامل بيها الدوله الروسيه، وده معناه ان التبادل التجاري ما بين البلدين هيكون بالعمله المحليه مش بالدولار. طيب وهنا لازم نسال شويه اسئله مهمه جدا. السؤال الاولاني، القرار ده تاثيره على الاقتصاد المصري هيكون عامل ازاي؟ طب وحجم التبادل التجاري ما بين البلدين قد ايه ووصل لكام دلوقتي؟ طيب وازاي مصر كمان هتقدر تدبر الروبل الروسي عشان تشتري بيه احتياجاتها من روسيا؟ ومجموعه البريكس ايه علاقتها بالكلام ده؟ وهل رسوم العبور من قناه السويس هتكون بالجنيه ولا بالروبل ولا هتفضل زي ما هي بالدولار؟ كل الاسئله دي واكتر هنتكلم فيها في حلقتنا النهارده. السلام عليكم، انا محمد مصطفى وده صراع. يوم الاربعاء اللي فات صدر قرار عن المركز الروسي واللي ذكر فيه بانه هيتم اضافه الجنيه المصري والدرهم الاماراتي والريال القطري والبات التايلاندي والروبيا الاندونيسي لسله العملات اللي هيتم العمل بيها من خلال البنك المركزي الروسي، ومصر هتقدر تستعمل الروبل الروسي بدل الدولار في التبادل التجاري ما بين البلدين والعكس صحيح بالنسبه للجنيه. وده معناه ان مصر وهي بتستورد احتياجاتها من روسيا هتدفع بالروبل بدل ما تدفع بالدولار، وده اكيد هيخفف الطلب على الدولار في مصر. وروسيا كمان وهي بتستورد احتياجاتها من مصر هتدفع بالجنيه بدل ما تدفع بالدولار، وده هيخلي فيه طلب على الجنيه المصري واللي اكيد هيقوم من موقفه قدام الدولار الامريكي. وهنا لازم نسال سؤال مهم جدا، وهو حجم التبادل التجاري ما بين مصر وروسيا قد ايه؟ وهنا هجاوبك واقول لك ان حجم التبادل التجاري ما بين مصر وروسيا طبقا لاحصائيات سنه 21 وصل ل 4.7 مليار دولار، وكانت تقسيماتها كالتالي: 591 مليون دولار قيمة صادرات مصر لروسيا، و4 مليار 178 مليون دولار قيمة صادرات روسيا لمصر. ونصيب الأسد طبعا الواردات الروسية لمصر كان رايحة للقمح واللي وصلت قيمتها لمليار و200 مليون دولار تقريبا. كل الإحصائيات دي زي ما قلت لك طبقا لسنة 21، وبكده مصر هتكون اتخلصت من ضغط يعدي المليار دولار في سلعة مهمة أو سلعة استراتيجية زي القمح، وده هيسمح للاقتصاد المصري إن هو يشم نفسه شوية في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بتدور في العالم كله في الوقت الحالي، وده بفضل أزمة سلاسل الإمداد والتوريد حوالين العالم والتضخم المتزايد ورفع قيمة الفايدة المتزايد من الفيدرالي الامريكي. وهنا احنا لازم نروح للسؤال الثاني، وهو مصر ازاي هتدبر الروبل الروسي عشان تشتري بيه احتياجاتها من روسيا؟ وهنا هقول لك ان السياحه الروسيه في مصر هتعتبر مصدر من اهم المصادر اللي مصر هتعتمد عليها في تدبير الروبل الروسي. وفي حين قالت نائب رئيس الحكومه الروسيه فيكتوريا ابراموشينكو يوم الاحد اللي فات ان روسيا بتحاول تدبر آلية لتسويه مدفوعات القمح الروسي لمصر بالروبل الروسي، وقالت كمان ان روسيا ما تحولتش بشكل منتظم للتجاره بالعملات الوطنيه ولكن في اتجاه لذلك. وقالت ان احدث مثال على كده وهي صفقه القمح الروسيه لتركيا واللي تم الدفع فيها بالروبل، وقالت عليها انها كانت صفقه ناجحه جدا. وقالت كمان ان البنك المركزي الروسي بيجري محادثات مع البنوك المركزيه للدول الاخرى لوضع اليات لمثل هذه التسويات في الوقت الحالي. واكدت فيكتوريا كمان ان القرار ده مش بس هيشمل منتجات الغذاء، لا ده هيدخل في منتجات تانية كمان، واحتمال يدخل في السلاح والبترول. وزي ما قلت لك من شويه ان السياحه الروسيه هيكون لها دور كبير جدا في تدبير مصر للروبل الروسي، وده لان مصر بيزورها سنويا تقريبا 8 مليون سائح، وده طبقا لاحصائيات سنه 21 زي ما قلت لك من شويه برضه. وكانت نسبه السياحه الروسيه لمصر من الرقم ده تقريبا 17%. وهنا هنروح للسؤال اللي بعد منه، وهو ايه علاقه مجموعه البريكس بالكلام ده كله؟ في الاول خليني احكي لك حكايه مجموعه البريكس وبدايه نشاتها. مجموعه بريكس تاسست سنه 2006 وكانت في الاول اسمها بريك، ودي بترمز للحروف الاولى للدول المشكله ليها واللي هي البرازيل وروسيا والهند والصين. تم عقد اول مؤتمر قمه للمجموعه ديت في سنه 2009، وبعدين في سنه 2010 انضمت ليهم جنوب افريقيا وتحول اسمها لبريكس. ورغم التطلعات الكبيره لاعضائها لبناء عالم ثنائي القطبيه ما تحولتش المجموعه لتكتل سياسي واقتصادي قوي ينافس الغرب وحلفائه لحد دلوقتي. واكبر عقبه بتواجهها المجموعه هي الهيمنه الصينيه الكبيره على المجموعه والشراكات الاقتصاديه اللي بتجمع عدد من اعضائها بدول الغرب. وبتساهم الدول المنضمه للمجموعه تقريبا بربع الاقتصاد العالمي، وساهمت باكثر من نص النمو العالمي في سنه 2016. والدول دي بتنتج تقريبا 30% من احتياجات العالم من السلع والمنتجات، وبيمثل التعداد السكاني للدول الاعضاء في المجموعه تقريبا 40% من سكان العالم كله. وهنا اتبنت مجموعه البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون بينها في المجالات المختلفه، واللي من اهمها تاسيس بنك بريكس براس مال تقريبا 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنميه في الدول الاعضاء. وبتمثل مجموعه بريكس اكبر اقتصادات خارج منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، وكانت اول قمه تم عقدها من رؤساء الدول الاربعه المشكله للمجموعه في سنه 2009 في يكاترينبرج بروسيا. وفي 3 سبتمبر سنه 2017 شاركت مصر كضيف في القمه التاسعه لمجموعه بريكس، وده كان بدعوه من الرئيس الصيني شين جين بينج، واللي تم انعقادها في مقاطعه شيامين الصينيه تحت عنوان البريكس شراكه اقوى من اجل مستقبل اكثر اشراكا. طيب هل بعد اعتماد الجنيه المصري في سله العملات للبنك المركزي الروسي تقدر مصر تغير رسوم العبور من القناه وتخليها بالجنيه بدل الدولار؟ وليه؟ خليني اقول لك ان طبقا لاحصائيات سنه 22 كانت قيمه واردات مصر من الخارج تقريبا 81 مليار دولار،
وده في ال10 شهور الاولانيين من سنه 22 بس. وان اهم الدول المصدره لمصر بالترتيب هي الصين بقيمه بلغت 12.4 مليار دولار، تيجي بعدها السعوديه بقيمه 6.9 مليار دولار، بعدها امريكا ب 6.1 مليار دولار، وبعد منها الهند بنسبه 3.7 مليار دولار، والمانيا ب 3.4 مليار دولار، وجت روسيا في المركز السادس بقيمه 3.3 مليار دولار، وده في ال10 شهور الاولانيين بس من السنه. ولو جينا بصينا على صادرات مصر من نفس الفتره هنلاقيها وصلت ل 49 مليار دولار تقريبا، وده معناه ان لسه فيها عجز شديد في الميزان التجاري بما يوازي اكتر من 30 مليار دولار. كده مصر ما زالت برضه في حاجه للدولار لانها بتستورد بشكل كبير جدا من دول تانية غير روسيا، وعشان كده في الوقت الحالي صعب تغيير رسوم العبور من قناه السويس من الدولار ونخليها بالجنيه. هل في رايك بقى ان قرار المركزي الروسي باعتماد الجنيه المصري ده هيأثر على الاقتصاد المصري وقوته ولا لا؟ شاركنا رايك في التعليقات. بس كده، سلام.